السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا بينا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله كده محتارة هعمل إيه أكل، وعايزة أعمل أكل على السريع. خد الفيديو بالله عليكم، اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني واشترك في القناة، ويا ريت تحطوا لي اللايك. اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو فضلا وليس أمرا. حطوا لي اللايك للفيديو لأن التفاعل واقع جدا، ومحتاجة ان القناة يعني تشتغل شوية. انتوا شايفين انا بقدم فيديوهات كده، والحمد لله كده بقدم محتوى بما يرضي الله. النهاردة هيبدأ يومي. كان عندي فول مدشوش. الفول المدشوش ما بيحبوهوش لو عملته بصارة، ولو عملته اي حاجة تانية، فانا قلت هعمل بيه اكلة حلوة. هما بيحبوا العدس جدا، فانا قلت هعمل جنب الاكلة اللي انا هعملها شوية فول مدشوش، بس هقلبهم اخليهم عدس. حطيت في الفول المدشوش عليه بعد ما غسلته كويس جدا وحطيته يتسلق، حطيت عليه طماطم وتوم وبصل، وسبته يغلي كده على النار. لو عندك جزرية ممكن تحطيها، بطاطسية ممكن تحطيها، تتعاملي معاها كمعاملة العدس بالظبط. سبتها تغلي كده خالص لغاية يما الفول داب خالص. وبعد كده كنت مقطعة كمية بصل كبيرة وشوحتها على النار بمعلقة زيت بسمنة اللي تفضليه والمتوفر عندك. اول ما البصلة كده بدأت تدبل شوحتها وحطيت عليها كمان قرن فلفل حامي. وعند الطماطم كده هشيل الزر منها، ولو حتة مثلا مش عجباني في الطماطماية بشيلها. وبعد كده اقطعها تقطيع يدوي بالسكينة كده، بتقطيع يدوي على البصل مباشرة، بس اول ما ياخد كده تتبيلة كمان تاني. أكلة كده حلوة جدا. بصوا كانوا يعملوها أمهاتنا زمان وجدتنا الله يرحمها. جدتي كانت تعمل الأكلة دي، كانت ريحتها تجيب لآخر الدنيا. كانت لازم لما تعمل ليها الأكلة دي تعمل لينا كمان صينية وتبعتها لنا. والله كانت ريحتها تبقى قلب الدنيا، وأول ما نشم ريحتها نعرف هي عاملة إيه ومين اللي عاملها، الطبخة دي جاية لنا منين يعني. فدي أكلة من الأكلة المحببة إلى قلبي جدا جدا. زي ما قلت لكم كده هقطع الطماطم بالشكل ده مكعبات تقطيع يدوي، مش هضربها على الكبة ولا هعملها على الخلاط ولا أي حاجة خالص. هقطعها على إيدي كده، وبعد ما تاخد تسبيكة كده في البصل والفلفل اللي أنا عاملاه ده، هاخد منه جزء أحطه للفول بتاعي اللي أنا قلبته كده عدس، وهاخد الباقي كله هعمله صينية. أكلة جميلة كتير منكم مش هيعرفها بس اللي كان جربها أو يعني حاضر من جدته أو مامته. الناس اللي القدام هم اللي كانوا بيعملوها. بقطع في الطماطم كده، وعايزة أتكلم معاكم في حاجة كده أثناء الفيديو. يعني سبحان الله، زمان كانت الناس يعني في محبة وفي رضا، واللي عامل حاجة يدي للتاني، والدنيا كانت حلوة وجميلة. دلوقتي الناس بتخبي الأكل من جارها أو من جارتها لحسن يعرفوا هم طبخين ايه أو عاملين ايه. يعني أعزكم الله، حتى القمامة لو كانت بتترمي مثلا لو فيها ورق ولا فيها أي حاجة، أغلب الناس في الصعيد أو في الفلاحين كانوا بيستخدموا مخلفات البيت، يعني ورق بواقي القش بتاع الزرع، الحاجات دي، وكان يستخدمها في الخبيز بتاع العيش. وكان يعني كل حاجة بيستغلها وكل حاجة بتستفاد منها الناس زمان، وكانت الحياة بسيطة وكانت الحياة حلوة. دلوقتي الناس بتداري وكل حد مش عايز حد يعرف عنده ايه. كانت زمان يعني في البلد كلها بيبقى في بيت كبير او بيتين بيلم كل الناس كلها، والناس كانت عايشة مع بعضها، وكانت اللي طبخ من حاجة يدوق التاني، وكانت الحياة بسيطة والحياة حلوة. دلوقتي الناس كلها بتداري من بعضها، كلها خايفة من الحسد، كلها خايفة ان ده يبص على اللي في ايديها هيحسدها، النعمة هتزول من ايده، الكلام ده كله. لا شك ان الحسد موجود ومذكور في القرآن، بس الناس زودتها قوي. وبرضو ده يرجع للناس اني مش حابة الخير لبعض. دلوقتي لو هتسألي على معلومة، اول ما تسأليها تقولك معرفش او ما مش عارفة، لا مش فاكرة، اصلي كذا اصلي كذا. لحسن الحاجة بتاعتك تطلع احسن من حاجتها، سواء في طبخة سواء في تربية طيور. كلنا بنتعلم من بعض، محدش مولود متعلم.
دلوقتي ابسط حاجه، لو سالتي على حاجه او على معلومه او على حاجه بتستفسري منها ممكن تنفعك، ابسط شيء الرد هيكون لك لا مش عارفه، لا مش فاكره. طب اسالي حد تاني، الحد التاني وفلان رد قال لك قال لك ايه، جاوبك وقال لك، تقول لك لا والله هو قال لي اسالك انت، هو ما ردش. فالشخص التاني ده او الطرف التاني لما يعرف ان انت مثلا ما حدش اداكي معلومه، تقول لك والله انا برضو مش فاكره، فهتقول في بالها يا اما فلانه ما اديتهاش عقد نافع ولا معلومه تفيدها، انا هديها، لا خلينا كده بعيد احسن. والمبررات بتاعتهم ان الحاجه لو باظت ما يقولوش ان جت، ان فلانه اللي قالت لي وفلانه اللي عادت لي، والحاجه تبوظ وتقول تيجي في وشي. فهم بيريحوا دماغهم وما بيدوش معلومه اصلا. الناس بطلت تقف جنب بعضها. نرجع للفيديو بتاعنا علشان ما فوتش الحته دي، لربما حد ما يعرفش الاكله دي ايه يعرفها. شوفوا اللي الطماطم اتسبكت مع البصل والفلفل، خدت منها حوالي مغرفتين كده على اللي هعمله عدس، الفول اللي هيتقلب العدس الكداب او الفول اللي انا هقلبه عدس. والله واكلوه ولادي وافتكروه عدس، وحتى جوزوجي، ومحدش عارف ان خلص ده ان ده كان فول. هنا عندي فريك اخضر مدشوش، رحت نقعته في ميه سخنه، وبعد ما باش خالص طبعا تغسليه كويس جدا وتبص عليه، لو جايباه من حد بيزرعه يعني ربما يكون في زلطه صغيره رملايه اي حاجه، فتكوني ضامنه نظافته بحيث ان انتي بتاكلي ما يقرش معاكي. فانا بعد ما نقيته كويس جدا وغسلته ونقعته في ميه سخنه، خدت منه شويه وحطيتهم فين على التسبيكه اللي عملناها. يعني هو قربنا خلاص تخلص الاكله، بس الاكله دي اللي هيجربها بامانه تحفه تحفه، وريحتها حلوه جدا وطعمها. ويا سلام يا سلام لو كملتي الاكله دي وعملتيها فين، في الفرن الخبيز البلدي. الفرن الخبيز البلدي بتدي كده تدخينه للاكل، بتطلع لك الاكل حاجه كده يعني تانية خالص، غير طعم البوتاجاز وغير طعم فرن البوتاجاز والكلام ده كله. بعد ما حطيت الفريك ياخد كام غلوه، زودت كمان معلقه صغيره من التوم او مكعب صغير من التوم، وظبطت الملح بتاعه وحطيت له الكمون وحطيت له الكزبره الناشفه. ما تحطيش توابل تاني غير الكمون والكزبره الناشفه وبس، تمام، لان هي بيبقى طعمها حلو، مش محتاجه اي منكهات تانية معاها. بعد ما خلاص غلت كام غلوه، هحضر البيض بتاعي. في ناس بتعتبرها الاكله دي كعجه، احنا مش بنعتبرها عجه، هي اكله بيض بالفريك بالتقليه بس. يعني من الاخر انصحكم تجربوها. واللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو، بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشجعوني وترفعوا من معنوياتي شويه. القناه زي ما قلت لكم محتاجه دعم ومحتاجه وقفتكم. بعد ما ضفت هنا في العدس الكداب بتاعي الكمون والكزبره وظبطت الملح، هجيب الهاند بلندر بتاعي واديها ضربه محترمه، هيبقى زيه زي العدس بالظبط. العدس احنا بناكله بطريقه مختلفه، عندنا هنا في الصعيد بناكله بطريقه مختلفه عن مثلا مصر، عن البلاد التانية او المحافظات التانية. في ناس بتعمله بتحمص له عيش وتحطه فوق العيش المحمص وخلاص. احنا بناكله بطريقه مختلفه، بنضربه كده زي ما انتوا شايفين، وبنحط نغرف كل واحد في طبق، وبنحط عليه معلقه سمنه من البلدي، يعني معلقه معلقتين على حسب الشخص، اللي بيحب السمنه البلدي كتير اللي بيحبها قليله، دي على حسب الرغبه. ونحط له في الطبق بتاعه، هيفت مثلا فيه عيش شمسي وياكله براحته، هيغمسه تغميس براحته زي ما هو يفضل وزي ما هو يحب. ليه طريقه كمان تاني، لما بيبات العدس بتاعنا العدس بتاعنا ده اللي انا بعمله، بس هو ده فول مش عدس، لما بيبات بنخف شويه ميه ونظبط ملحه، ونكون جايبين عيش الشمسي بنفته فيه، بناكله كعدس فت، وبنحط برضو عليه سمنه بلدي وبيتاكل مع البصل والليمون، بيبقى كده خرافه. ممكن العدس الفت ده ممكن يتاكل كوجبه خفيفه، لان هو كده بيكون اتخف. كده بيكون خلاص اتضرب العدس بتاعنا خالص، وبيكون قوامه حلو كمان. لما هاخد غلوه على النار قوامه هيتقل كمان سنه تاني. فبصوا كمان الفريك بالتقليه بتاعتنا الحلوه الجميله، خلاص خدوا من بعض، والفريك شرب من التسبيكه دي وادى طعم بقى ايه ما اقولكوش. هكون محضره البيض بتاعي
في الأكلة دي بصي لو عندك حتى 20 بيضة ممكن تضيفي، يبدأ معاكي من بيضتين لحد ايه ما انت تحبي. طبعا انا هنا رخياها، مش عاملاها متنشفة يعني متسبكة بزيادة كده واتنشفت من اللي فيها بحيث ان الفريك يتاكل بالمعلقة، لا ده كده كمان الأكلة دي هتتغمس بعيش. جبت الطبق بتاعي وهجيب البيض وهفقشه واضربه كويس جدا، وهوريكم انا هعمل بيه ايه وهيتضاف ازاي على الصينية دي. اكون مسخنة الفرن علشان احطه فيه. بقول لكم يا سلام، الاكله دي كانت بصوا الراعي الرسمي بتاع الخبيز. كانت لما والدتي تخبز عيش شمسي، طبعا كان اوقات اليوم العيش الشمسي كنا نبقى عارفين هناكل ايه مع العيش الشمسي، يا اما صينيه بطاطس ني في ني، يا اما صينيه الفريك بالبيض والتقليه، يا اما فول مدمس. يا سلام على الثلاث اكلات دول. طبعا معانا بطاطا بنشويها، معانا ذره بنشويها في الفرن. طالما الفرن شغال فهتفضل شغاله لاخر اليوم، ويبقى يوم جميل، يوم اكل فيه حاجات حلوه 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 جدا. كان نجيب الذره من الغيط، بيبقى الغيط دايما كل الصعيد البيوت بتاعتها البيت في الغيط. فاي عيل كان بينزل هات لنا مثلا شويه خضره، هات لنا كوزين ذره، هات لنا كذا كذا. فكانت الناس كانت بتزرع كل حاجه، كانت بتزرع الخضره، تزرع الفجل والجرجير والفلفل والبدنجان والطماطم، كانت كل حاجه والكوسه، كانت كل حاجه بتتزرع. فاي عيل بينزل ناولني كذا، فكان بيناوله. كانت عيشه والله حلوه وجميله. يا ريت الزمن يرجع بينا تاني للايام دي. والله بتمنى ان ربنا يكرمني كده ان شاء الله، يعني طلب مش بعيد على ربنا ان ربنا يكرمني ان شاء الله ويرزقني من حيث لا احتسب، ويبقى معايا بيت بالمواصفات دي، ان البيت يكون في وسط زرع ويكون الهواء جايبه من كل ناحية، والهواء ونور ربنا جايبه من كل ناحية. فأتمنى من ربنا وكده، ودعواتي ودعواتكم بظهر الغيب ان ربنا يرزقني ان شاء الله ويرزقكم، واللي يدعي لي بالدعوة دي له بالمثل اللهم امين. يرزقه بكل اللي يتمناه ويحقق لنا كل امانينا يا اللهم امين. فهنا بصوا ضفت البيض، جزء منه قلبته في التقليه او في الصينيه دي، والجزء التاني حطيته كده على الوش، وكمان سويته يعني وزعته على الوش. بصوا بقى العدس الجميل بتاعنا. بصوا السمنه اللي انا عملتها في فيديو قبل كده معاكم. انا بحاول ارجع لايام زمان. في ناس بتقول لي مثلا إيه ليه فيديوهاتك كده؟ انا يعني عايشه ببساطتي، عايشه بتلقائيتي، بالحاجات اليوميه، مش بتصنع، مش بجيب اكل مخصوص وبقدمه معاكم في القناه وبقول ايه ان انا عامله ومسويه. انا بوريكم يومي بيمشي ازاي وحياتي العاديه ماشيه ازاي بمنتهى البساطه وبكل تلقائيه وباللي بيحصل فيها بالفعل. مش بتصنع ولا بكلف نفسي ولا يعني بكلف يعني فوق طاقتي علشان اقدم محتوى انا مش عايشاه، لا انا بقدم المحتوى اللي انا عايشاه والواقع اللي انا عايشاه. ده بصوا عملت كده احلى طبق عدس، والله جربوه. لو الفول المدشوش عندكم ولادكم ما بيحبوش البصاره زي ولادي كده وما بيحبوش الفول المدشوش في اي حاجه، هو طبعا ممكن يتعمل في كذا حاجه، ممكن يتعمل بطعميه وممكن يتعمل باي حاجه تانية، يعني ليه اكلات تانية متعدده. بس انا ايه كان عندي وكنت هعمل في اليوم ده بصاره، بس ولادي ما حبوش ان ياكلوا بصاره. يا رب يوم البسيط والروتين البسيط المتواضع يكون عجبكم. استودعكم الله، وربنا يا رب يبارك فيكم كلكم، ما يحرمنيش منكم ابدا.